بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. هذا الفيديو بزاف راح يفيدكم لانه فيديو الوصفة نتاع صابلي اقتصادية وبنينة وكذلك طيح بزاف، راح تفيدكم بزاف للمناسبات والاعراس ان شاء الله. كما راكم تشوفوا معايا راح نبداو مباشره في الوصفه تاعنا. كما قلت لكم هذه الوصفه راهي هايله وتحتاجوها يعني هكذا في المناسبات ولا تطيح بزاف، وكذلك بدون بيض، ما نحتاجوش فيها البيض، ويعني سريعه التحضير. اذا اولا مش راح نحتاجو فيها، راح نحتاجو فيها الزبده. انا درت هنا 250 فقط، ما درتش 500 كما نعت لكم. كنت قسمت هذيك العلبه هذيك درتها على 2. وخدمت بديت نخدم في الزبده، درت لها رشه نتاع الملح، اكيد دائما رشه الملح ما تنساوهاش. وخدمت هذيك الزبده مليح، من بعد زدت لها نص كاس نتاع السكر غلاس، سكر رطب. نخلط هذاك السكر الرطب مليح مع الزبده، ومن بعد راح نجيب نصف كاس نتاع الزيت ونضيفه هكذا بشويه، ما نضيفوش مره واحده، نطلعوا به هذيك الزبده هذيك ونحركو مليح بالباتور كما تشوفوا، كما كنتوا تشوفوا معايا. من بعد راح نزيد نجيب نصف كاس نتاع المايزينا او النشاء، راح نخلطها كذلك في المكونات هذو. ومن بعد رايحه فقط، يعني هذو هما المكونات تاوعي، راح نزيد فقط الفارينه اقتصاديه، يعني قلت لكم اقتصاديه، وتجي لاباط تاعها فيها ذوق رائع. يعني ننصحكم باش تعتمدوا هذه الوصفه الصابليه تاعكم، لانه تجي بنينه وتجي كذلك سيرتو البيض ساعات ما يتوفرش، ولا هذا من المكونات متوفرين، يعني دائما متوفرين في المنزل. هنا درت رشه فقط من الخميره الكيميائيه، ما تكثروش باش يجي برك شويه طري، هذا ما كان. نديروا شويه نتاع كما كنتو شفتوا الخميره الكيميائيه. من بعد راح نجيب الفارينه نتاعي ورايحه نضيف بشويه الفارينه حتى نتحصل على عجينه طريه هيدا، ما نيبسوهاش بزاف. كما على بالكم العجينه تاع الصابلي تقعد شويه طريه، من يبسوهاش بزاف. هنا انا درت فيه الذوق نتاع الكراميل، مادام راح نحشيه كذلك بالكراميل، درت فيه الذوق الداخل في لاباط نتاع الكراميل. كما راكم تشوفوا انا هنا راني لاباط راني غير نلم فيها، ما تعجنوهاش لاباط تاع الصابلي، جامي تعجنوها، لموها فقط كما راكم تشوفوا معايا، لموها حتى تحصل هكذا كما راكم تشوفوا عجينه طريه، ما تيبسوهاش بزاف. وفقط راح نغطيها ونحطها بجهه فقط، قيس هيدا ربع ساعه ولا حتى نلم هذوك اللماعن تاوعي، نفرز الحاله برك ونعاود نرجع باش نخدم الصابلي نتاعي. هنا دائما استعينوا اذا عاد عندكم الطابي هذاك، ديروا فوقو، حلوا فوقو، اذا ما كانش نديروا هيدا قطعه نتاع بلاستيك نحلوا فوقها، هيدا نحطوا قطعه من فوق وقطعه من تحت باش ما يلصقليش فقط. هنا انا اخترت هذا الموديل هذا باش ندير به الصابلي نتاعي كما راكم تشوفوا معايا. الصابلي تاعنا هذا راح نحشيوه بالكراميل، يجي الذوق تاعو اكثر من رائع، يجي بنين وممل. الكراميل او النسلي اللي راح نحضره معكم اقتصادي وتحتاجوه بزاف في الوصفات، يعني خير من ما نروحوا نحتاجوه نوفروا شويه، لانه طلع البري تاعو بزاف. اذا نحضروه في المنزل ونحضروا به هذه الحلويات هذو بزاف يجي هايل ويجي بنين. هنا راح ندير الصابلي نتاعي كما راكم تشوفوا تقريبا 3 ملم ولا 4 ملم، لانه راح ندير حبه فوق حبه، لذلك ما نديروش عالي بزاف. هنا بعد ما طيبته كما راكم تشوفوا معايا، بعد ما طيبته هنا راح ندير حبه فوق حبه. هنا راني نشوف برك الحبات اللي تسوالم هيدا مع بعض، نروح نديرهم فوق بعضهم كما راكم تلاحظوا معايا. من بعد راح نجيب الكراميل، واش راح نحتاج فيه الكراميل، راح نحضروه مع بعض. راح نحتاجوا فيه الى كاس نتاع السكر. هنا الكاس اللي راح نديروا به السكر راح نديروا به الحليب. اذا اولا راح نديروا كاس نتاع السكر،
راح نحطه على نار هادئة تماما، وراح نخليه حتى يذوب ويتكرمل. هنا مانيش راح نخليه يطول بزاف يعني ما نخليش يتكرمل بزاف باش ما يمدش هذاك الذوق المر. راح نخليه يتكرمل على نار هادئة، ومن بعد راح نضيف له انا نشوفه ذاب تماما، راح نزيد له قطعة تاع الزبدة. راح نخليها حتى تذوب، ورايحة نضيف من بعد كاس نتاع الحليب. كاس نتاع الحليب ندفيه فيه شويه، وراح نضيفه لهذا الخليط هذا، ورايحه نضيف بعد ما نشوف الحليب خلاص يعني السكر ذاب. هو كي نكبروا الحليب من بعد رايح كي شغل يتحجر. هنا ما نخافوش نهائيا، لانه نبقاو نحركوا فيه على النار هذيك الهادئه، نخليو النار هادئه ونبقاو نحركوا فيه حتى يذوب هذاك السكر مع الحليب، يذوبوا مع بعضهم يتجانسوا ويوليو عباره عن خليط يعني متجانس. من بعد راح نجيب ملعقه نتاع نشا، راح نذوبها في 2 مغارف بيضه ولا 2 ملاعق ولا 3 نتاع حليب، ثاني ندفيه ونكبوه مع هذاك الخليط نتاع الكراميل، ونحرك مدة 4 دقائق أو 5، ونطفي عليه ونخليه حتى يبرد يتماسك. هذا النسلي هذا متعدد الاستعمالات، نقدر نستخدموه في الحلويات، في الحشو، في مثلا في لي تارت، يعني كيما اللي نشروه من برا تماما، يعني ما فيش اختلاف ما بيناتهم. هنا لما يبرد راح نجي لاصق فيه هذا الصابلي نتاعي كيما راكم تشوفوا، نحط كميه شويه معتبره باش يخرج لي في هذا الثقب هذا اللي كنت درته. من بعد كي نخلص النسلي، يعني ندير لهم النسلي ونلصقو ونخلص. هنا راح نجي ندير الكلاصاج تاعي اللي راح نستخدم فيه شوكولا بيضاء. هنا نحط شوكولا البيضاء على نار في حمام مائي، ما نحطوهاش مباشره على النار لانه حساسه بزاف هذه الشوكولا البيضاء. نحطوها في حمام مائي نخليوها حتى تذوب. لما تذوب راح نخلطوا لها شويه نتاع الكاوكاو، يكون هذا شويه خشين، ما يكونش رقيق بزاف، باش دير هذيك الحبيبات هذاك تجي الكلاصاج تاعي فيه الحبيبات هذوك. هنا الاصعب حاجه في الكلاصاج هي لما نديروا الشوكولا هذه، لازم يكون دائما عندنا الحمام المائي يتوالنا باش اشاك فوا نحطوا هذا الشوكولا تاعنا تعاود تذوب. هذه الحاجه الصعيبه في الحلويات، هي مرحله الكلاصاج. بعد ما نذوب هذيك الكلاصاج ونبدا نكلاصي هاد الحبات هادو، نكلاصيهم ونخليهم ينشفوا. من بعد واش راح ندير لهم قليل من النسلي هذاك في المنتصف، كما تقدروا ديروا مثلا ديروا الشوكولا وحدها، ديروا خطوط هكذا عشوائيه فوق الكاطو تاعنا، ونعمروا هذوك الثقب هذاك بالكراميل. والتزيين مثلا نديروا هكذا حبات تاع كاوكاو، ولا نقدروا مثلا نديروا اي حاجه يعني للتزيين. هنا التزيين يبقى اختياري، كل وحده واش توفر لها. هذا هو الصابلي تاعي، الشكل تاعو. وان شاء الله يا ربي تعجبكم الوصفه، لانه فعلا وصفه اقتصاديه وما تحتاجش ما تطلبش وقت وبنينه الاهم انه بنينه. هذا هو الشكل تاعو، راني حنقسم لكم الحبه باش تشوفوا الشكل تاعها عن قرب. ما بقى لي في اخر الفيديو غير نقول لكم مع السلامه في فيديو قادم ان شاء الله.